السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن حاجة مهمة جدا لكل اللي بيحبوا الكيك، وهو محسن الكيك الجل. لو فاكرين كده في فيديو سابق كنت شاركت معاكم طريقة لاستخدامه وشرحت خطوات معينة، بس مع التجربة ومعرفتي أكتر اكتشفت إن في تفاصيل جديدة لازم تعرفوها علشان تحصلوا على نتيجة أفضل. يعني خلونا نقول كده إن المحسن ده بقى مجنون وبحالات فعلا، يعني مش ما بكدبش في العنوان. وعلشان كده لازم نغير الطريقة شوية، واقول لكم طبعا على تريكات جديدة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية لانه فعلا مليان معلومات مهمة جدا وهتفرق معاكي. فانا زمان كنت بقول لكم ان احنا نضرب البيض والسكر الاول لغاية ما القوام يعلى، وبعدين بننزل بالمحسن والمكونات بالتدريج. لكن دلوقتي اكتشفت ان نوعية المحسن بتفرق جدا، وفي منها انواع تحس كده ملمسها ناعم، وفي انواع كده تحس ان ملمسها خشن، وكمان الشركات بتختلف. يعني طريقة الاستخدام بتفرق بين شركة والتانية. أنا استخدمت كذا شركة والعبوات المختلفة، يعني استخدمت أكتر طبعا عبوة فيها 4 كيلو. وده طبعا للناس اللي بتستخدم الكيك كتير، فأكبر عبوة هي 4 كيلو، وكمان الكيلو اللي هي مشهورة دلوقتي في السوق. فأنا استخدمت كل الأنواع ديت، وبالطريقة بتاعتي القديمة كانت بتنجح معايا، وبدرجة حرارة الغرفة المية والبيض وكل الكلام ده كنت باستخدمه. ولكن اكتشفت دلوقتي ان احنا مع الانواع الجديدة اللي موجودة في السوق بتتطلب ان تكون كل حاجة ساقعة، ودي التركة الاولى، يعني مهم جدا جدا. هتستخدمي طبعا في الاول خالص 3 بيضات. ال3 بيضات دلوقتي يكونوا ساقعين، يعني لازم البيض يكون بارد جدا، خلوه كده في التلاجة قبل ما نستخدمه. وهنستخدم نص كوباية من السكر. طبعا هي المقادير بتاعتي هي ثابتة، يعني ما بتتغيرش. ولكن هي الطريقة بس والتكنيك بتاعها هو اللي بيتغير. تمام. هنحط معلقة صغيرة من الفانيليا وربع كوباية من المية، هتكون برضو ساقعة مش في درجة حرارة الغرفة زي ما أنا كنت بعمل. هنيجي للدقيق. هستخدم كده كوباية دقيق هتكون منخولة ومكبوسة شوية كده عشان المقادير طبعا تطلع معاكي مظبوطة. لو هتستخدمي كاكاو ممكن تستخدمي يعني لو هتضيفي يعني كاكاو ممكن تضيفي معلقة كده أو معلقتين كبار على حسب درجة اللون والنكهة اللي انتوا بتحبوها، لأنها بتفرق يعني. كل الخطوات دي بتفرق فعلا لما البيض والمحسن والمية يكونوا باردين. ده السر اللي خلاني أقول إن المحسن فعلا بقى بحالات تماما يعني. هننخلهم طبعا بالشكل ده، وفي الاخر خالص بنحط معلقة يعني شبه كبيرة، يعني معلقة الا ربع كده، تحس ان هي مليانة بس هي مش مليانة بالظبط. انا وزنتها 50 جرام من محسن كيك الجل. يعني تقريبا معلقة كبيرة مش مليانة. تمام. وهنقلب كل المكونات دي مع بعضيها كده الاول قبل ما نحطها في العجان. انت طبعا ممكن تستخدمي المضرب الكهربائي، ولكن هياخد معاكي ضرب زيادة شوية. تمام لغاية كده. ده المحسن الكيك الجل اللي موجود طبعا في السوق. وطبعا انتوا هتسألوني هتقولي لي هو كويس ولا مش كويس. هو زي ما قلت لكم كده اللي موجود في السوق دلوقتي واللي هو مكتسح يعني بقوة، هو محسن كيك الجل المتحدة. تمام. يعني ده اللي موجود دلوقتي بكثرة. زي ما قلت لكم الطريقة الصحيحة لاستخدامه هي الطريقة دي، والكمية كمان نفس الكمية برضو زي ما بقول لكم كده 50 جرام. التزمي بالمقادير ديت وهيطلع معاكي الكيك ناجح. طبعا ممكن انتي لو حسيتي ان الدقيق والمكونات ماسكة شوية او صلبة شوية ممكن تضيفي معلقتين كبار وما تزوديش عن كده، لان المية بتخلي الكيك مبرول وبتفتت معاكي بسهولة. تمام. انا طبعا في صينيه كده او قالب كده مقاس 18 هتنزلي كده بالخليط ناعم طبعا وانسيابي معايا. هتنزلي كده بالخليط يعني وبتغلفيه طبعا بورق زبده. تمام. ما عندكيش ورق الزبده ممكن تحطي يعني تدهني الحواف بتاعته سمنه. تمام. وتخبطيه كده خبطتين بعد طبعا ما تضربيه من 5 إلى 7 دقايق في العجان. تمام. وهتدخليه طبعا الفرن على درجة حرارة 180 لمدة ساعة. تمام. هيطلع معاكي بالشكل ده مرتفع ومش مشقق يعتبر، ومش في طبعا في ناس يوتيوبرز كتير بيستخدموا فيه نشا. والله عايزة تستخدمي فيه النشا مفيش مشكلة، انا برضو جربته بالنشا بس كان بيبقى يعني هيفرقع
وده طبعا مش كويس. يعني انت الكيكة ليها برضو مستوى وليها حد، فانت مش محتاجة انك انت الكيك يقعد يشقق منك ويتفتح منك ويبرول ويتكسر بسهولة. لا، الطريقة اللي انا قلتها لكم دي طريقة سليمة 100%، وبعد تجارب كتير جدا جدا بأكد عليكي المحسن تستخدميه بالطريقة دي. بمعلقة تحس ان هي معلقة الا ربع، او معلقة مش مليانة قوي، معلقة واحدة مش مليانة 50 جرام. تمام. انا اخويا اصلا حلواني وشغال في الحاجات ديت، وانا حتى في مره سالته كده بقول له الكيك يعني مش احط له كتير من المحسن ولا ما احطش. قال لي لو حسيت ان الكيكه مش بتترفع معاكي بالشكل المطلوب ممكن تزودي محسن، يعني ما تخافوش. المحسن اصلا مصنوع من مواد نباتيه، يعني زيت نوى النخيل، يعني فهو نباتي 100%، ما تقلقوش منه. وبعدين لو هو في اي مشكله، لو هو مضر ولا حاجه وفي اي مشكله، ما كانتش الشركات استخدمته او كمان صرحت بيه وزاره الصحه. تمام. وانت بتعملي كيكه كل قد ايه يعني، او بتعملي تورتايه كل قد ايه، مثلا هنقول شهر، او كل مناسبه مثلا عيد ميلاد او خطوبه او زفاف، يعني كل فين وفين. فما تقلقيش خالص خالص اذا كان هو مضر ولا مش مضر، ما تقلقيش. يعني الموضوع سهل جدا جدا يا جماعه، والله في النهايه انا بقول لكم ان الكيك ده فن. المكونات وطريقة الاستخدام ديت بتحدد النتيجة، حتى لو كانت النتيجة القديمة شغالة خلاص لازم نواكب التطور. جربوا الطريقة ديت وما تنسوليش بقى في اللايك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.